ازاي تبقى شبعان في الشتاء من غير زيادة وزن وتقدر تخس كمان. عارف ايزي كام ايزي جو؟ اهو نفس الفكرة بالظبط في اكلك. لو هتاكل ثمرة فاكهة ولا توستاية بجبنة ولا مخبوزات دقيق ابيض ولا بقسماط ولا بسكوتين هتفطر بيهم، هتلاقي نفسك خلال اقل من ساعتين جعان جدا. يبقى انا لازم هتجنب الفطار اللي من النوع ده، هتجنب كل منتجات الدقيق الابيض، ما تبقاش هي اساس فطاري. امال يبقى ايه اساس فطاري؟ بروتينات بقى، بيض، فول، جبنة، الحاجات دي كلها. خضاري الفريش هحطه على كل وجباتي الرئيسية، لان فعلا الالياف بتملى جزء كبير من معدتنا. من الاخر يعني لون طبقك بالخضار الفريش. وما تنساش تطلع الفاكهة والخضار من التلاجة قبل ما تاكل بوقت كافي عشان ما تبقاش ساقعة وما تكسلش وتتضايق لما تاكلها. نيجي لأهم حتة، المشروبات. فين المشروبات في الشتاء؟ مش بتعطش كتير؟ مش مشكلة، اشرب مية ماشي، مش كتير قوي، ولكن عوض ده بمشروبات عشبية كتير زي القرفة المغلية، الحلبة، القهوة باللبن، اليانسون، النعناع، الشمر. الحاجات دي كلها هتفيدك جدا وهتعوض قلة شرب المية. والشربات اللي اساس قوامها خضار زي شوربة العدس، شوربة الفريك بالخضار، شوربة الخضار، الحاجات دي حاول ما تقطعهاش طول الشتاء من بيتك. بتملى جزء كبير جدا من المعدة بالالياف وبتعوضك كمان عن قلة شرب المية. ومع جوع بالليل ركز على البروتين والالياف والدهون الصحية، من اكتر الحاجات اللي هتشبعك وتديك شعور بالامتلاء لفترة طويلة.